السلام عليكم ومرحبا بكم على قناتكم أشواق اليوم. أخبار المغرب. سلاح نوعي يحصل عليه المغرب من إسرائيل. أعلنت شركة ألبيت سيستم الإسرائيلية عن تزويد القوات المسلحة الملكية المغربية بنظام اليونت للحرب الإلكترونية واستخبارات الإشارة. وقالت الشركة الإسرائيلية في بيان لها أنها حصلت على صفقة بحوالي 70 مليون دولار ستوفر من خلالها لفائدة القوات المسلحة الملكية وحدات EW الأرضية وذكاء الإشارة سيجنت، مزودة بتدابير الدعم الإلكترونية والتدابير الإلكترونية المضادة، بالإضافة إلى أنظمة القيادة والتحكم، وذلك بموجب عقد سيتم تنفيذه على مدى 2.5 العام. وأشارت الشركة إلى أنها ستنتج هذه الوحدات صورة أرضية وجوية سلبية شاملة وتوفر نظاما إلكترونيا للمعركة، مما يتيح الاستجابات الفعالة للتهديدات الجوية والبرية. ووفق البيان ذاته ستقوم الشركة كجزء من العقد بتزويد وحدات EW وسيجنت الأرضية المجهزة بوسائل الدعم الإلكترونية وإجراءات مضادة إلكترونية وأنظمة قيادة وتحكم. هذا وسبق أن وقعت الرباط وتل أبيب خلال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى المغرب في نوفمبر الماضي مذكرة التفاهم في مجال التعاون العسكري والأمني تتيح للمغرب الحصول بسهولة على معدات أمنية إسرائيلية عالية التقنية. إذا عجبك الفيديو ما تنساش تعمل ودير جيم وتابونا في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك آخر الأخبار.